السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم منورني ومشرفني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم مبارك عليكم يا رب. يا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة وبركة، ويمن عليكم بالبركات، ويجعله شهر كده مبارك عليكم. رمضان كريم عليكم جميعا. يا رب يرزقكم فيه الذرية الصالحة، ويجعل لي دعوة مستجابة لكم ان شاء الله، واسمع عنكم دايما خبر خير يا احلى واغلى اخوات. النهارده ان شاء الله باذن ربنا احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما ابدا عايزه كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا اي حاجه فيها ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، وعشان القعده بتاعتنا ناخده فيها حسنات. ويلا بينا كده ونبدا الفيديو بتاع النهارده. قبل ما ابدا حبايب قلبي عايزه اقول لكم ان الوصفه اللي انا هقولها النهارده دي، الوصفه دي مهمه جدا 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 ان انت تعمليها في رمضان، وهي من افضل الوصفات اللي لو عملتيها في رمضان ان شاء الله باذن ربنا هتساعدك على الحمل بنسبه كبيره جدا. طيب الوصفه دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مشروب، بس المشروب ده انا عايزاكي ان انت تاخديه في وقت الفطار، في وقت الفطار. تمام؟ المشروب ده مهم جدا جدا عشان تنشيط المبايض، تحسين جودة المبيض، تحسين جودة البويضات، حدوث الإخصاب نفسه اللي هيساعد على الحمل. فالوصفة دي مهمة جدا جدا جدا. انا بفضل ان انت تاخديها في رمضان وتاخديها على الفطار، لان طبعا انا حابة ان المشروب ده بدل ما تشربي عصير او تشربي اي حاجة، ان المشروب ده اول حاجة تنزل عندك في المعدة عشان تقدري تستفيدي منه. بعدها ب10 دقايق او ربع ساعة تقدري وقتها ان انتي تاخدي اي حاجة عادي، تاكلي او تشربي او تتعاملي عادي جدا، مفيش اي مشكلة. المشروب ده بتاخديه هو عبارة عن ايه؟ اولا المشروب ده عبارة عن اول حاجة العشبة دي. العشبة دي ده شكلها اهو، ريحتها بتبقى نفاذة وملمسها ناعم، اسمها المارمية او المرمية. العشبة دي اسمها المارمية او اسمها المرمية، بيكون ملمسها ناعم اهو، وبتكون ريحتها نفاذة جدا. العشبة دي يا بنات رهيبة جدا 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 في حدوث الحمل، رهيبة بمعنى الكلمة. العشبة دي لو خدتيها بتنظم معاكي الهرمونات، بتنظم معاكي الدورة، بتنظم معاكي التبويض، بتساعدك على حدوث الحمل بطريقة فوق ما تتخيلي. العشبة دي قوية جدا 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 عن تجربة شخصية وعن تجارب كتير. انا عايزة اقول لكم ان اول حمل ليا انا كنت عامله تحليل وكان ما عنديش اي مشكله، الهرمونات سليمه، ما عنديش اي مشكله، وقعدت 6 شهور او 8 شهور تقريبا ما كانش بيحصل معايا حمل. مجرد ما خدت العشبه دي في اول شهر انا حملت على طول. تمام؟ فالعشبه دي ممكن يكون عندك شويه هرمونات متلخبطه، او ممكن يكون عندك هرمونات مش مظبوطه، وتيجي تاخدي العشبه دي تساعدك على الحمل. العشبه دي قويه جدا جدا لحدوث الحمل، بتنظم الهرمونات، بتنظم الدوره، بتنظم التبويض، بتساعدك على حدوث الحمل السريع ان شاء الله. بس ليها طريقه معينه، لان في ناس كتير بتعملها بطريقه غلط وما يحصلش معاهم حمل، وتيجي مثلا تقول لي ان انا ما حصلش معايا حمل، مع ان انا عملت الوصفه وعملت اللي انت قلتي عليه وخدت المرميه وما حصلش معايا حمل. طب ايه السبب؟ لان انت بتعمليها بطريقه غلط، بتعمليها بطريقه غلط. اولا العشبه دي كلها زيوت طياره. الزيوت الطياره دي اللي احنا بنستفيد منها، او دي اللي احنا بنستفاد منها. فاما انت تيجي تعمليها غلط انت بتضيعي القيمه بتاعتها، فبالتالي ما بتستفيديش منها. المرميه عشان تطلع بالشكل ده وعشان تطلع بالهيئه اللي انا موريها لك دي وتقدري تستفيدي منها صح، لازم تعمليها بالطريقه الصح. تمام؟ طيب ايه هي الطريقه؟ الطريقه ان انا بغلي ميه على النار، بغلي ميه على النار في اخر غلوه يعني، والميه بتغلي كده وبتعمل فقاقيع وبتغلي ببعضها، باخد شويه على قد كف ايدي. انا بغلي نص لتر ميه وباخد شويه على قد كف ايدي واحطهم في الميه اللي انا غليتها على النار. تمام؟ بعد ما تحطيهم انا عايزه تغلي مره مع الميه دي، وبعد كده تطفي عليها وتقفلي بقى تغطي عليها. انا عايزاكي تغطي عليها. تمام؟ بعد ما تقفلي وتغطي عليها تيجي سايباها حوالي كده ربع ساعه او 10 دقايق تخرج كل المواد اللي فيها، لدرجه ان انت تلاقي الميه لونها اصفر جامد او لونها اغماء جامد. تمام؟
بعد كده اما تخرج كل المواد اللي فيها هتيجي واخده المشروب ده. مش عايزاكي تحليه باي حاجه، طبعا هتصفيه وهتاخدي الورق اللي انت بتاع المرميه هترميه خلاص، هتخلصي منه، بس تكوني متقلاه جامد، تكوني متقله المشروب كويس، يعني تسيبيها تخرج كل المواد اللي فيها وتصفيها كويس، تكون المشروب لونه اصفر غامق مش لونه فاتح، تمام، عشان تقدري تستفيدي منها كويس جدا. بعد كده هتيجي واخده المشروب ده وهتيجي شرباه زي ما هو، لا عايزاكي تحطي سكر ولا عايزاكي تحطي عسل ولا عايزاكي تحطي اي محليات نهائي، عايزاكي تشربي المشروب زي ما هو، الكوبايه لاخرها، وتشربيها زي ما هي مرتين يوميا من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر. طب افرض انا ما لحقتش من اول يوم للدوره، هل ليا فرصه ان انا اخدها وقت تاني؟ ايوه ليكي فرصه طبعا، عادي مفيش مشكله. كل مره هتعمليه جديد، كل مره هتعملي المشروب جديد، ما ينفعش ان انت تعمليه وتشيليه وتيجي راجعه ايه عاملاه تاني، لا انا عايزاكي كل مره تعملي المشروب جديد. حلو الكلام، تمام. يبقى انا هنعمل المشروب ده كل مره، هنعمل مشروب جديد وهناخد المشروب ده وهنبدا ان انا اشربه، تمام، من اليوم الاول للدوره لحد اليوم العاشر. لو ما لحقتش لحد اليوم العاشر هنيجي واخده المشروب ده هناخده من تاني يوم، من تالت يوم، من رابع يوم، المهم ما نعديش اليوم الثامن او التاسع من الدوره. هناخده لمده قد ايه؟ لمده 7 ايام، لمده 7 ايام عشان يجيب معاكي نتيجه كويسه. كوبايتين في اليوم، طبعا كوبايه على الفطار وكوبايه على السحور، هيفرق معاكي جدا جدا جدا، هتشوفي نتائج منه رهيبه. ويا سلام لو ضفتي معاه عودين من القرنفل. العشبه دي اسمها المارميه او اسمها المرميه حسب البلد اللي انت موجوده فيها، بتقدري ان انت تجيبيها من عند اي عطار وبتقدري ان انت تعمليها، وتضيفي معاها عودين من القرنفل مع الميه وهي بتغلي، هتلاقي نتيجه رهيبه جدا جدا جدا، وهيثبت النتيجه بتاعتها اكتر، لان القرنفل لوحده برده بيساعد على الحمل، ولكن لما بتجمعي الاتنين مع بعض بيكون بمثابه حاجه بتنشط معاكي التبويض كويس جدا وتساعدك على الحمل السريع باذن رب العالمين. طبعا حبيت ان انا افيدكم بالمعلومه دي، وحبيت ان اقولها لكم لان فعلا في ناس كتير محتاجه المعلومه دي. ويا جماعه مرتين في اليوم تشربيه، مره بعد الفطار ومره يعني افطري عليه، تمام، ومره على السحور برضو خدي كوبايه كانك بتشربي شاي عادي جدا، تمام، وهتشوفي منه نتيجه رهيبه باذن رب العالمين. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، انهيته. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتوا بتحبوها يا احلى واغلى اخوات. ما تنسونيش مصطلح دعائكم، لايك، شير، اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله، دمتم بالف صحه سالمين الى ان نلتقي في فيديو قادم باذن رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله. ما تنسونيش مصطلح دعائكم، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.